وخد عيني مغنوات أسهر ليلاتي أقول لك أنت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. مستمعينا الأعزاء، أصدقاء سهرتنا سر المغنى والمعنى، الحقيقة إن أنا أقدر أقول إن النهاردة أسرار بجد، أسرار بجد هندور عليها ونبحثها ونكشف لكم عنها. أسرار خاصة بالصوت، والصوت في سر المغنى والمعنى عامل رئيسي جدا. زمان كان المطرب والمطربة ممكن من خلال صوتهم ومن غير ميكروفونات يوصلوا لآخر المسرح. النهاردة لا، بعض الفنانين البعض مش الكل، انا عايزه اكد بس عشان ما يقولوليش ان انت جاي على الجيل الجديد، منهم ناس هايلين، بس ان البعض منهم صوته اضعف مما يظهر على الشرايط والسيديهات بلغه العصر. من فترة بسيطة جدا أنا قريت حوار كان جميل جدا للمهندس حسن الزواوي، كبير مهندسي استوديوهات الدراما هنا في مبنى الإذاعة والتلفزيون، وطبعا هو برضو بيدرس في بعض كليات الإعلام تقنيات الصوت. أهلا بيك في سر المغنى والمعنى باشمهندس حسن. يا أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك. مش هقول سر برضو في الاول ان احنا معانا تسجيلات نادره لفريد الاطرش واحنا بنحتفل في شهر ديسمبر بذكرى فريد الاطرش، لكن الحقيقه المدخل في السهره عندنا هيكون هذا اللقاء او الحوار، لانه لفت نظري جدا ان انت يعني فندت في هذا الحوار ان فعلا دلوقتي الالات بتلعب دور كبير في الاغنيه اللي خارجه، في المنتج النهائي. العبارة البسيطة دي ممكن توضحها للمستمع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو مش الآلات بس، ده التكنيك كمان اللي بيستخدم في التسجيل هو كمان بيلعب دور بطولة. يعني للأسف دلوقتي، يعني كان زمان لما بنسمع عبد الوهاب وبنعجب بيه ان ده صوته الحقيقي اللي احنا سامعينه، بيقول ان ده صوت جميل ورائع، والمساحه اللي بيشغلها صوته او صوت مثلا عبد المطلب او محمد رشدي او ام كلثوم، يبقى الصوت الحقيقي والقوه الحقيقيه دي اللي احنا بنسمعها. لكن دلوقتي ممكن يجيني انا واحد صوته اصلا تعبان ويروح للملحن، والملحن يسمعه ويختبره، وبعد كده هو يلاقي عنده ان الجواب، انت حضراتكم عارفين ان في اي جواب وقرار طبعا. اي اغاني بيبقى فيها جواب وفيها قرار. الجواب اللي هو بيطلع فوق بين الاغنيه في مساحات عاليه، او قرار اللي هو بينزل تحت. فبيجي يعمل له تيست، بيلاقي عنده الجواب مش موجود او ضعيف، مش موجود خالص. خالص، ده في ناس بيبقى مش موجود عندها جواب يعني انا باكد على مش موجود خالص. تماما. يعني زمان ما فيش مطرب يعني ايه ما عندوش جواب وما عندوش قرار، ده يكون المساحه ما ينفعش اصلا. ما ينفعش، ما يطلقش عليه مطرب، بيبقى مؤدي، بيبقى اي حاجه تانية. وبيعمل له اختبار، بيلاقي برضو القرار ممكن ما يكونش موجود من اصله. طب انا على اي اساس طالع اغني يعني؟ والله انا مش عارف. اساس ان هو راجل معاه فلوس وبيصرف. ده الاساس بقى كده. هو والملحن موافق على الاساس ده. وللاسف برضو الملحن موافق على دوت، فبيعينه من خلال التكنيك الجديد. بيقدر ايه هو بقى التكنيك دوت؟ ان في بعض برامج الصوت المتميزه الرقميه بيقدر يحط لها مؤثرات بيسموها بلاجنز. بلاجنز ديت بتعمل على انها بتعلي الجواب او بترفع القرار، بتضيف له. وساعات ما يبقاش عنده الاثنين، لا عنده الجواب ولا قرار. انا الحقيقه مذهوله من السر ده. انا بقول لحضرتك انا شفت ناس كمان، يعني انا مذهوله بيغنوا دلوقتي على الساحه يعني. بيغنوا. احنا مش هنقول اسامي بس بيغنوا يعني. ده الكارثه كمان ان هو كمان من كتر ما بيبهر بان الامكانيات دي موجوده وبتضاف لصوته، مش يحمد ربنا ويسكت على كده، لا يجي بقى الملحن يقول له انا عاوز اليل، عاوز يعمل يا ليل ويا عين وكده، وهي اصلا دي مش متاحه عنده، احباله الصوتيه ما تجيبهاش. وقدامك ده بيحصل. يبقى يا ليل يا عين دي يقول هو الجمله بالطريقه العاديه، وبعد كده من خلال التكنيك بقى هو اللي بيديها اللعب فيها، يمطها، يمدها، يرفعها، ينزلها. يا حبيبي طال غيابك ليه يا قاسي، يا حبيبي انت فاكر ولا ناسي، يا حبيبي طال غيابك ليه يا قاسي، يا حبيبي انت فاكر ولا ناسي. كان منايا تيجي وتشوفك عيوني، كان منايا التقيك جنبي تواسيني، يا حبيبي طال غيابك، يا حبيبي طال غيابك، طال غيابك ليه 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 يا حبيبي. لما فراقك عني طال حسيت بغربة في الدنيا، وحيد شريد من غير أمال، وناجي صورتك في عينيا، انت اللي هواك فؤادي، وانت نديم الحياة، بهتف باسمك وانادي، والقلب فاض بأسياه. المهندس حسن الزواوي كبير مهندسي استوديوهات الدراما باتحاد الاذاعه والتلفزيون، وزي ما قلنا حضرتك بتدرس هذه التقنيه في
كثير من كليات الاعلام. ازاي يعني انا بسجل اغنيه؟ هل بيجي لوحده خالص من غير موسيقيين ولا اي حاجه؟ بيقول ازاي؟ طب ما لازم نعرف الاول ان العاديين بيسجلوا ازاي دلوقتي. بالظبط. كان الاول زي ما حضراتكم كنتوا بتشوفوا بتبقى الفرقه كلها موجوده ويبقى يجي المطرب موجود لايف ويطلع قدام الناس. حاجه جميله جدا. دلوقتي بقى نظرا لتعرض واللي بيعيدوا ويزيدوا ويشتغلوا بروفات مع بعض شهر وشهرين. يعني نجاة هنا هو كانت بتعيد الاغنيه الواحده 20-30 مره. اغنيه ايه لو تفتكر؟ فمثلا اغنيه شكل تاني حبك انت اكتر من 20 مره عادت الاغنيه ديت. فكل ده بتعيدها بهدف ايه؟ بهدف يعني التجويد، ان هي مش راضيه على ادائها ومع انه حلو وجميل جدا، لكن عاوزه الاجود والاحسن عشان قبل ما ترضي جمهور ترضي نفسها. فدي من الناس اللي كانت بتحترم شغلها. لكن دلوقتي اصلا بيجي المطرب مش حافظ الاغنيه اصلا مش حافظها، هي قدامه على الورق بيقراها في الاستوديو. فنتيجة عدم يعني المجتمع دلوقتي اتسع أو اتسم بالسرعة والناس مش فاضية ودوروا بقى كل همهم. بس السرعة تيجي على حساب الإتقان جدا. لا وهمه ان هو يطلع خلاص من هنا هيروح حته تانية يعمل حاجه تانية، وهنا هيعمل ممكن يكون بيعمل مسلسل وده بيغني في نفس الوقت في مكان تاني، فعشان يلحق والفرقه مش فاضيه هي برضو شغال في حته تانية. فاللي بيحصل دلوقتي ما عادش الفرقه تيجي مع المطرب خالص. اللي بيحصل بقى ان احنا بنقسم الالات دي، بنقول ايه؟ الات الايقاع تيجي لوحدها في يوم الات الايقاع اللي هي كلها اللي بتبقى قايمه على البيز اللي هي فيها الترومبت الطبله اللي بيبقى فيها الرق والحاجات زي كده. وبعد كده دول جم سجلوا بنظام اسمه مالتي تراك، تكنيك اسمه مالتي تراك، التراكات المتعدده على التراكات المتعدده. فبيتحط ده على تراك. يجي بعد كده يوم تاني تيجي فرقه الوتريات اللي هي كمانجات الفيولين والفيولا والفيولين بيجوا مع والكونترباس يجوا مع بعض ويسجلوا طبعا تبع النوتة اللي معموله ويتحط على تراك تاني مختلف. يجي بعد كده هو الآلات النحاسيه تيجي تعزف وهكذا لغايه والكورس كمان يجي يعزف. والمطرب كل ده ملوش علاقه، كل ده مفيش مطرب اصلا ولا حاضر البروفات دي ولا حاضر التسجيلات دي اصلا ولا حاضرها حتى من باب العلم بالشيء يعني. وشبه مفيش بروفات يعني. هم بيسجلوا كراهوت ولما بيحصل غلط بيعيدوا تاني بس، وبيتسجل بيتاخد تيك يعني تيكات اللي هو اللقطه دي بتتاخد وبتتسجل. بعد كده بقى بيبقوا متفقين مع المطرب ان يجي في وقت لاحق المطرب بيجي ياخد هيدفون عشان يسمع بس المزيكا عشان يخش في التوقيتات اللي المفروض يدخل فيها بس مش اكتر من كده. فطبعا يعني الاحساس بالمزيكا لايف بالفرقه موجوده غير لما بيحس ان انا حاجه مسجله وانا بغني عليها. طب ده بقى مع مطرب زي ما حضرتك قلت ما عندوش جواب ولا قرار ولا اي حاجه، ايه بقى لما بيجي بيسجل بيحصل ايه بقى؟ هو الاول الحاجات دي اتحطت ماده خام خالص، اتحطت ماده خام. يجي بقى يقعد هو مع الملحن ومع مهندس الصوت او مهندس الموسيقى زي حضرتك كده. لا انا مش حضرتك، انا ما بعملش الحاجات دي. لا انا عارفه، انا بتكلم يعني النوعيه دي المهندسين اللي بيسجلوا يعني. انا بتكلم على نوعيه المهنه يعني. نوعيه المهنه مش حضرتك يعني بالذات. انا بتكلم على نوعيه المهنه نفسها. فاللي بيحصل ان هو بيقول له بقى لا ده الحته دي ما تتقالش بالطريقه الفلانيه، دي لازم تترفع، يبقى هنا هو لازم تطلع هنا جواب عشان تدي الاحساس. هو ما عندوش الجواب، ما هو ما عندوش الجواب اصلا. مين اللي بيعمل له؟ فلازم تديني ذروه الحدث. فذروه الحدث دوت بيتم بتكنيك في بلجنز ومن اشهرها اوتو تيون. برنامج اسمه اوتو تيون. ده برنامج كتير قوي بيستخدموه، بيقدر يرفع الجواب ويطلع بيه للدرجه اللي يحس فيها الملحن ان هي دي كده مظبوطه. وبعد كده هو جزء في الأغنية محتاجة قرار ان هو يبدأ بصوت منخفض من طبقة قليلة، فيبتدي يروح موصله للطبقة ديت مهندس الصوت. يعني هو سجل كده مادة خام ويبتدي بقى المهندس يطلع وينزل في الصوت. وينزل ويقعد يلعب في مستويات الصوت ويديله جماليات بقى. ده واللي بيليل ده يخليه يليل ازاي بقى؟ لا ده انا مش كده وبس، ده هو احنا بنتكلم دلوقتي على الجواب والقرار. بالظبط. ما نتكلمش بقى على الاغنيه نفسها الجسم بتاع الاغنيه. انا اسرار النهارده الحقيقه انا شخصيا باشمهندس حسن مستغربه لها يعني. انا بتكلم بقى على جسم الاغنيه بقى كمان. جسم الاغنيه ممكن يكون صوته ضعيف بالظبط يعني، بلس ان كل اللي حصل ده كله زياده عن ده ان صوته كمان ضعيف. هو اساسا بيغني ليه؟ السؤال يعني. فصوت الضعيف دوت بيخش على مؤثر تاني اسمه كومبريسور. الكومبريسور دوت بيديله قوه، يديني احساس ان الصوت قوي.
يديني احساس ان الصوت قوي، وبعد كده بدخله سنه ايكو عشان يديني صوت بيلمع، عشان يديني صوت بيلمع، يقعد يديله بقى التحبيشات دي والبهارات ديت علشان في الاخر طلعنا مطرب تاني خالص. مطرب تاني يعني حاجه تاني. عشان كده لو جيتي لنوعيه المطربين دول وقلت لهم لايف كده هو اديني لا ده يعني مش هتصفيه في برنامج، قلت طب ممكن تسمعنا حاجه؟ عنده برد على طول، عندي برد الحنجره الدكتور منح مش عارف ايه حاجه من المنظر ده، حتى في الصيف برضو عنده برد على طول عنده برد. شكل تاني حبك انت، شكل تاني حب غالي، حب ناره مدوباني، شكل تاني حبك انت، شكل تاني حب غالي، حب ناره مدوباني، شكل تاني حبك انت، شكل تاني حب غالي، حب ناره مدوباني، حتى لما بتنسى مرة وتعاتبني بكلمة مرة، حتى لما بتنسى مرة وتعاتبني بكلمة مرة، حتى لما بتنسى مرة وتعاتبني بكلمة مرة، العتاب المر برضو حلاوة، شكل تاني حب. حفله بقى بتبقى كارثه، حفله ما بيغني يبدو قدام الناس ان هو بيغني لايف، لكن هو ما بيغنيش لايف كمان. ده سر تاني باشمهندس حسن. يعني هو في حفله ما بيغنيش لايف؟ لا ما بيغنيش لايف خالص، ولا يقدر يغني لايف. اللايف دي اصلا محتاجه قدرات صوتيه ومحتاج كذا. هو بيبقى ظابط الاغنيه في الاستوديو ومتمرن عليها بقى، بيعمل حاجه اسمها ليبسينج. ليبسينج ان هو ايه؟ حرك شفايفه. ان الاغنيه دي هو غناها ورددها كتير وهو بيسمعها، رددها كتير، فلما رددها كتير يعرف فين الحته اللي هيطلع فيها، واللي هو اساسا قدراته الصوتيه ما بتجيبهاش، بس يبدو قدام الناس ان هو فاتح بقه ورافع صوته وكده اهوت. والحته الثانيه اللي هو المفروض بينزل بيها قرار. وهو شغالين احنا بالسي دي او يعني شريط ولا ايه؟ هي بتشتغل بقى بلاي باك من خلال سي دي، من خلال والفرقه اللي على المسرح دي ايه؟ والفرقه اللي على المسرح ديت لا دي بتعزف حقيقي، دي بتعزف حقيقي. طب كويس، في حاجه مجرد تركيب الصوت بس، تركيب الصوت عليها زي ما تركب الصوت في الاستوديو بيتركب على الستيج او في المسرح. طب هو ما ليلش في الاستوديو، هيليل على المسرح ازاي؟ ما هو لو هو ليل هنا هيليل هنا، ما ليلش هنا الدنيا هتبوظ. بالظبط. بنوضح دلوقتي. بيبقى حافظها بالمسطره بالظبط. بيليل ازاي في الاستوديو؟ برنامج تاني. هو بيقول الليله العاديه اللي الامكانيات الصوتيه تقدر تجيبها. لكن في بقى في الامكانيات البرنامج بيقدر ياخد ايه، يمطها، يرفعها، يعني يا ليل كده حاجات كده. هو ما يقدرش يجيب غير يا ليل، لكن يطلع ويخليها مموجه وكده. التكنيك هو اللي بيقدر يعمل الكلام ده من خلال مهندس شاطر ومعاه ملحن ودانه كويسه، يقدروا ينفذوا الكلام دوت مع بعض. ما هو لازم يكون المهندس معاه كمان الملحن عشان يعملوا ما الكارثه بقى الملحن كمان ما عندوش فكره عن يعني بيلحن وهو ما عندوش فكره كمان، تبقى الاغنيه طالعه حاجه ثانيه. ده الجميل او الغريب ان ساعات على فكره انا عايز اقول بستمنا، بس احنا مش في صدد يعني مهاجمه اي جيل، بس احنا بنوضح ان احنا نفسنا مستوى الغناء المصري طبعاً. يصل الى اعلى مستوى، عشان زي ما بيتقال في الساحه الغنائيه ان البساط بيتسحب من تحت الغناء المصري. لا احنا عايزين نرجع تاني. ما هو عشان دخل الموضوع المادة والفلوس بالزبط. مش كل انسان منتشر وكل انسان موجود دلوقتي هو الاجود بالظبط. وبعدين هو بيعمل شريط او سي دي ويوزعه بقى على الفضائيات، فتبتدي التكرار هو اللي يخليها، التكرار والنفوذ والعلاقات بيبقى ليها عامل كبير قوي. كتير جدا من الناس المتميزه وممتازه جدا وامكانياتها الصوتيه هايله، زي مثلا بتوع الموسيقى العربيه دول هايلين جدا، لكن ما نلاقيهمش انتشار. وبيغنوا في الاوبرا بقى، يعني بيغنوا في الاوبرا لايف على المسرح بقدرات عاليه، ومع ذلك ايهما اكثر انتشارا؟ الاخرين اكثر انتشارا بكثير من الناس اللي هم اصحاب القدرات المتميزه الكويسه.
انا هضرب مثل بحاجه، انا مثلا صوت محمد منير بيعجبني جدا طبعا، وبيعجب الناس كتير. هو ذكي قوي، هو مساحه صوته صغيره وضيقه، فهو بيغني في المساحه دي، وده صح، وده حاجه جميله وما تعبوش. ما تعبوش. تحت القمر كيف الكلام والخوف فيهم كلام للقدر متداري مش مكشوف. بودي ازرع شجرة حنان وظل ترخي عليك يا السمر تلم الشمل الكل. عينيك تحت القمر كيف الكلام والخوف فيهم كلام للقدر متداري مش مكشوف. بودي ازرع شجرة حنان وظل ترخي عليك يا السمر وتلم الشمل الكل. الكون اصر بحال واجيب ليك يا غالي، ده انت الجمال ودلال يا نخلة بكري يا عالية. عينيك تحت القمر كيف الكلام والخوف فيهم كلام للقدر متداري مش مكشوف. مفيش كسوف في المحبة ولا للمحبة شروط. عمرك ما تشعر بغربة إلا في حنين مكبوت. وانتي يا السمع وشايف احلامي فوق الوصف من غير ما اقول انت عارفه فاهمه اللي فيه بالحرف. الغناء احساس، يعني مش ضروري اكون صوتي قوي او اقوي من صوتي، انا حاسس بالكلمه. عبد الحليم حافظ كان عنده احساس عالي جدا بالكلمه اللي بيغنيها وناجح باحساس. هو بمناسبه عبد الحليم ما كانش افضل الاصوات في جيله، يعني ما كانش اقوى الاصوات، لكن صوته يعني كان في محمد رشدي، كان في محمد قنديل، ومحمد قنديل ده كان صوت جبار. لكن عبد الحليم ولو كان هو اقل منهم يعني قدرات صوتيه، لكن كان عنده احساس عالي قوي 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 ويفتقدوه الاخرين. طبعا انا كلنا يعني محمد المطرب الراحل محمد قنديل او استاذ محمد رشدي كلهم صوتهم اجمل يعني بالظبط. لكن الاحساس ده اللي احنا بنوصل ان الاحساس ممكن يعوضني عن ضعف الصوت، فما اضطرش ان انا استخدم هذه التكنيكات بالزبط. ان انا اقوي صوتي. لا، والاحساس كمان هو اللي بيوصل للمستمع بالظبط. المستمع الجيد اللي بيسمع، اللي بيقولوا عليه سميع، هو اللي بيوصل له الاحساس دوت، وبيقدر بيه يعيش الحاله اللي الاغنيه بتقولها، لو كانت حاله هجر، حاله وصل، حاله اي حاله يعني في الحب. انت كنت بنكمل حكايه، معلش انا قطعت حضرتك استاذ المهندس حسن الزواوي، حكايه بقى محمد منير بيلعب في هذه المساحه، انت شفته بيسجل. فهو الانسان اللي بيحترم نفسه بيعرف يعني قدراته الصوتيه شكلها ازاي وبيشتغل من خلالها. والملحن الفاهم بيلحن له الماده اللي هو بيغنيها في نفس المساحه دي، علشان صوته ما يبقاش فيه نشاز. في بعض المطرب في مطربه صوتها جميل جدا ورائع وما بنختلفش عليه، لكن هي مشكلتها ان هي لما تيجي هي مصممه انها تغني جواب، والجواب عندها تعبان يعني ضعيف،
ومصممه وابوها ملحن، لكن لما تندمج في الاغنيه تطلع جواب صوتها يطلع يخس في ديستورشن وينشز ويبقى مش تمام، لكن صوتها في حدودها الطبيعيه رائع وجميل جدا جدا. ساعات بتبقى هي الحاله دي خارجه على السيطره للمطرب، ان هو اندمج ودخل في حاله معينه فبينسى بقى قدراته الصوتيه تقدر توصله لده ولا لا. هنا بقى هنوصل لسر مهم قوي. المهندس حسن الزواوي كبير مهندسي هنا في مبنى الاتحاد الاذاعه والتلفزيون، وحضرتك بتدرس في عديد من كليات الاعلام. يعني انا برضو كفنان بالفطره وعندي موهبه احتاج للدراسه والصنعه، صح؟ طبعا مفيش بحيث ان انا عارف ان ما عنديش جواب ما اوصلش للمرحله دي وانا على المسرح، ما اوصلش للمرحله دي. انا هضرب لحضرتك مثل كبير قوي. في حد يختلف على الشيخ النقشبندي؟ لا طبعا. الكل معترف ان الشيخ النقشبندي من اجمل الاصوات اللي قالت. هو في رمضان من غير النقشبندي مش ممكن. وهو هو في نفطر من غير النقشبندي ده ما نفطرش كمان. بالظبط. وهو الملك في موضوع الابتهالات ورفع الاذان مفيش كلام. طب هل نعرف ان الشيخ النقشبندي دوت ملوش تسجيل قرآن كريم في الاذاعه المصريه؟ لا هل حد يعني اي مبتهل بيبقى عينه على ان هو يسجل قرآن كريم، يبقى قارئ قرآن كريم، صح. فما بالنا بقى بالنقشبندي بصوته الرائع الملائكي، بتحس كده ان هو صوته زي الالماس بيلمع. مولاي ده ومهما حاولوا يغنوا زيه الابتهالات ما فيش. لا ما فيش. قدراته رهيبه. انا بس ادي مثال على قدراته. ده لما كان بيسجل، هو طبعا بيسجل عندنا في سيرة الدراما. لما كان بيسجل طبعا احنا يوم ما نقول ام كلثوم قيمه عظيمه جدا، كانت بتسجل والمايك على بعد متر منها بالظبط، ولو قربت من المايك ينفجر. بينحرق وينفجر وكده. النقشبندي كان بدايه تسجيله بينه وبين المايك 3 متر. 3 متر. هو لسه يعني ما سخنش ما سخنش ولا حاجه خالص. ده بدايه الكلام الابتهال بتاعه العادي. كلام 3 متر بينه وبين المايك. قاعد في اخر الاوضه كده. لما بقى بيسخن حاجه زي مولاي بقى ويطلع بقى جواب. هو بقى في حاجه اسمها جواب احنا بنتكلم عنها طبعا، وفي جواب الجواب كمان. جواب الجواب هو كان بيجيب بقى جواب الجواب. طب معلش يعني ندي بس فكره فنيه. احنا الصوت اللي ربنا مديهولنا عشان نقدر نسمعه، احنا بنسمع الصوت بالهرتز. فالصوت بتاعنا اللي بنسمعه من 20 هرتز ل 20 كيلو هرتز. لكن لما نيجي نتكلم ما بنتكلمش في المساحه دي كلها طبعا. احنا بنتكلم من حوالي 500 هرتز لغايه حوالي 4 كيلو هرتز. دي الناس العاديه. ام كلثوم كانت قدراتها الصوتيه عاليه قوي جدا. فكانت بتوصل لحوالي 12 كيلو هرتز. النقشبندي لما قسنا له الفريكونسي بتاعه او قدراته الصوتيه لقيناه بيوصل لحوالي 15 و16 كيلو هرتز. يعني قدرات رهيبه جدا، واصل للاخر تقريبا. اخر الرينج بتاع الواحد يقدر يسمع عنه. فتخيلي بقى حضرتك الراجل اللي هو بيغني او بيقدر يتكلم ويقول ابتهالات بالامكانيات العاليه دي كلها. قراءه القرآن لا كان غير معتمد كقارئ قرآن كريم. ولسه ما قلتش ما انا لسه هقول ليه. وهقول كمان ان هو لما احنا قلنا لما كان بيبدا ب 3 متر في الكلام العادي بتاعه، لما يسخن بيبقى بينه وبين المايك 6 متر كمان. 6 متر في اخر اوضه في اخر الشقه. ما كانش بيسجل في اي استوديو، محتاج استوديو كبير ضخم. عشان كده بيسجل في استوديوهات الدراما. استوديوهات الدراما عشان ياخد مساحه كبيره يقدر يبعد بيها 6 متر عشان يعرف يطلع يجيب الجواب وجواب الجواب. فتخيلنا بقى علشان نتخيل انسان بالقدرات الرهيبه دي ويجي بعد كده يخش اذاعه القران الكريم عشان يعتمد كقارئ قران كريم. لا يعتمد. ازاي نتخيلها؟ سر المغنى والمعنى ايه يا باشمهندس حسن؟ السر هنا هو انا الموضوع دوت لفت انتباهي وحبيت ابحث فيه. قلت مش ممكن، قلت في خطا ما، قلت اكيد موجود تسجيلاته اتمسحت مش موجوده كده. فقعدت اسال الناس القدام وقعدت ابحث على الشرايط ودخلت بقى في المكتبات وهنا فوجئت فعلا ان هو غير معتمد في اذاعه القران الكريم. عشان ابين مدى الاحترام الناس اللي كانت موجوده للقيمه اللي هم بيقولوها، قيمه الغنى، قيمه الصوت، بغض النظر عن شخصيه الانسان. يعني هو ده كان اي حد يجامله يعني. طبعا يكفي كمان رؤساء الدول على مدار عبد الناصر والسادات كانوا هو المبتهل الرئيسي بالنسبه لهم. طبعا.
فيكفي ان ممكن تبقى مكالمه من رئيس الجمهوريه ان هم يعتمدوه، لكن هو ما اعتمدش على الكلام ده خالص. دخل بصوته، لما اختبروه صوتيا لقوا ان هو ما ينفعش. بقى ليه؟ السر هو كان ربنا حبيه قدرات هايله جدا في الجواب يجيب جواب، لكن مشكلته في القرار. ما بيقدرش يجيب قرار، ما بيقدرش ينزل لتحت، هو دايما يطلع فوق. صوته اصلا عالي جدا. انا توقعت كده. صوته عالي جدا، برافو عليكي. صوته عالي جدا، يعني يقدر يطلع بطبقات العاليه، لكن ما يقدرش ينزل. لدرجه بقى ان هو كان ايه، ان هو لما كان يجي بعض الابتهالات اللي هي كانت محتاجه قرار يقولها بصوته، ما يقولهاش ابتهال، يقولها كلام ما يقولهاش ابتهال. وفي ليه ابتهالات كتير بيقولها كلام في المقدمه، الحتت اللي هي مش هيقدر يقولها فيروحوا كده. هو بيحترم امكانيات جدا. يعني انا محترم نفسي ومحترم المستمع اللي قدامي. الناس اللي موجوده دلوقتي هي لا تقنع بالكلام ده، هي لازم عندها كل حاجه يبقى سوبرمان، وده غلط. يعني أنا سوبرمان يبقى عنده جواب وعنده القرار وعنده صوته القوي وعنده صوت اللي بيلمع وعنده التلييل. مش ممكن كل ده تبقى في واحد. باشمهندس حسن الزواوي، كبير مهندسي استوديوهات الدراما في اتحاد الاذاعه والتلفزيون، حضرتك كمان بتدرس في عديد من كليات الاعلام امكانيات الصوت. واحنا في شهر ديسمبر وبنحتفل بذكرى الموسيقار الراحل والمطرب الراحل فريد الأطرش. برضو حضرتك عندك أسرار كتيرة عن فريد الأطرش وتسجيلات برضو جميلة نادرة. يعني لبرنامج سر المغنى والمعنى هتسمح لنا نذيع حاجة منها يعني؟ طبعا أنا يشرفني إن أنا أديكم في البرنامج دوت حاجات زواها لفريد الأطرش. مستمعينا الحقيقة على الفيسبوك وسر المغنى والمعنى يستحقوا ده، وانت لو دخلت معنا على هذه الصفحة هتعرف قد ايه هم مسميع وناس الحقيقة بتعشق الكلام اللي انت قلته، بتعشق المغنى الراقي والمعنى الذي والأصيل كلهم الحقيقة. هو صراحة فريد الأطرش كمان كان ليه خاصية، يعني هم حتى بيسموه المطرب الباكي من كتر الرومانسية. وكانوا بيفرقوا بينه وبين عبد الحليم، يقولوا ان عبد الحليم هو بيغني رومانسي وفريد بيغني رومانسي. ايه الفرق بينهم؟ ان عبد الحليم بيغني يعني اغانيه تمشي اكتر لطلبة الثانوي والجامعة، يعني اللي هم في مقتبل العمر، لكن اللي هم بيحبوا حب لسه خفيف، لكن اللي بيحبوا حب تقيل اللي هم فريد بقى الثلاثينات والاربعينات والكلام دوت، فريد اغانيه خطيره. الغريبه بقى ان انا وانا مهتم بفريد الأطرش وبتتبع حياته الغنائيه وتاريخه الغنائي، بصيت لقيت ان استاذ فريد اللي بيغني بقى، اللي غنى لنا مين؟ اللي غنى لنا الربيع وغنى لنا اول همسه وحبيب العمر ونادي عليك والكلام ده، اغاني كلها جباره وتقيله. وفوجئت ان هو بيغني اغنيه اكلك مين يا بطه دي جديده بتاعت صباح. بتاعت صباح والله. هو كان بيجاملها في قعده خاصه وهي بتحتفل بعيد ميلاد هويدا بنتها فراح مغني لها اغنيه من اغانيها هي. ده تسجيل نادر فعلا. اولا ده يلفتنا الحاجه ان العلاقه بين المطربين وبعضهم كانت جميله جدا، وما كانش في تحرج ان مطرب كبير وبيغني اغاني قويه وتقيله وكده، ان هو ممكن يتواضع وينزل ويغني اغنيه اطفال. وعلى ما اسمع كمان، يعني طبعا احنا احتفلنا قبل كده بذكرى طبعا الموسيقار الراحل فريد الأطرش مع الاستاذ محمد زكي رئيس جمعيه محبي فريد الأطرش، ان هو كان دمه خفيف على مستوى الاعداد جدا جدا جدا. يعني هو اغنياته حزينه واسمه ويعني والكلام ده، بس برضه غنى ياما في الدولاب مظاليم. ياما جوه الدولاب مظاليم دي كانت من الاغاني بتاعته اللي هي يعني هو دمه خفيف الجميل قوي. وهو في الحقيقه كان كده. وكان كمان بيقول لك ان هو طيب قوي. كل الناس اللي كان في جيله كلهم كانوا بيحبوه جدا. وكان بيقف جنب اي حد، وبيته كان مفتوح لكل الفنانين. ما بقول لحضرتك كان اي حد يبقى حتى مريض يشوفه ويزوره، لو مش قادر يصرف على علاجه هو اللي يتكفل بيه. فكانت علاقاته هايله بالناس وكان بيحبوه جدا جدا جدا. كمان ارتباطه باخته اسمهان طلعت سمات من الاغاني بتاعتهم مع بعض في دويتات كانوا بيغنوها مع بعض في فيلم انتصار الشباب. اغاني جميله جدا. وبالنسبه لاسمهان في فيلم انتصار الشباب كان في 3 اغاني فيها بتتكلم عن الملك في الاغنيه. فده تم حذفها بعد كده. تم حذفها، يعني فيلم بيتعرض من غير ال3 اغاني دول، من ايام عبد الناصر. من ايام عبد الناصر.
والمفاجاه ان الاغاني دي عندي. حضرتك هنبقى طماعين بقى، هنبقى طماعين وناخد جزء منها بقى. تحت امرك. مهتم قوي بالتراثيه الجميله، ودي مش موجوده في مكتبه الاذاعه بالمناسبه. اكيد لانها اتشالت من الفيلم، من شريط الفيلم. من شريط الفيلم. هو يعني من خلال صداقات ليا مع ناس اخرين، ومع كان دكتور في سوريا كان هو احتفظ بالاغاني ديت. فالاغاني دي اتمسحت، هي هايله وجميله، بس عشان بس بتذكر او بتلمح بالملك. ده مش موجود عندنا دلوقتي، بس الثانيه اتقطعت واترمت. ما عادتش موجوده اصلا بالظبط. وعشان كده ده احنا بنشكر حضرتك يعني. المهندس حسن الزواوي، أنا مستمتعة جدا بالحديث مع حضرتك، وأسرار كتيرة عرفناها. لكن في النهاية وإحنا بنحتفل بذكرى فريد الأطرش، إيه بقى الأغنية اللي خاص قوي بالمهندس حسن الزواوي بيحب يسمعها لفريد الأطرش؟ هي أغنية أول همسة. أول همسة أغنية رائعة جدا جدا جدا، ورومانسية فوق ما الواحد يتصور، لحن وكلمات وأداء التلاتة. والعود اللي في الأول ده لوحده حكاية. العود اللي في الأول يخلينا نعيش دنيا تانية خالص. بالمناسبة أنا عندي عزف منفرد على العود لأغاني هنطمع كده كتير. أنت كده بتطمعني بقى، أنت مسؤول، أنت كده بتطمعني تحت أمرك. يعني قبل ما هنسمع الأغنية ونختم عليها سهرتنا، مميزات صوت فريد في هذه الأغنية لما بتسمعها. طبعا ما بنقيمش عملاق زي يعني ده عملاق، ولا نوصل للمستوى ولا مستوى ده، بس أنا بتكلم يعني مع مهندس صوت، فضروري يبقى عارف. أنا هقولك على تذوقي، بلاش إن أنا أقول تقييم عشان ده ما يصحش. لا ده أنا ما بقولش كيف تسمع هذه الأغنية وأنت على الأجهزة بتاعتك، يعني إزاي الصوت بيوصل لك. يكفي تعرفي إن أغانيه مش محتاجة يتحط لها لا مؤثر ولا محتاجة يتحط لها أي إضافات، أي بهارات، أي حاجة من المطبخ. يعني بتخش المطبخ زي ما هي زي ما يعني دي حاجة رهيبة جدا. دي لوحدها شهادة تفوق عالمية جبارة لفريد الأطرش. بالمناسبة أنا كنت خبير إعلامي شغال في إحدى السفارات في البلاد الأفريقية هناك في التلفزيون، فقعدت مع السفير ومع المستشار بتاع البلد المصري الموجود في البلد دي. بيقول لي أنا كنت مستشار في روسيا، وكانت هم هناك ما بيعرفوش عربي، لكن كانوا بيرقصوا وبيشربوا الفودكا اللي هي زهرة في خيالي. مش كده؟ بالظبط كده. الأغنية ديت كانوا المزيكا بتاعتها كانوا بيرقصوا عليها وبيشربوا عليها الفودكا وهم مش فاهمين كلماتها ولا بس كانت مزيكا عالية جدا جدا. وبعد كده كمان أغنية يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل دي هو كان بيستخدم السيكا والنهاوند اللي هي الحاجات اللي هي الأوروبية، وكان بيضيف لها اللحن الشرقي بتاعه، بيعمل لهم مزج عجيب جدا بحيث ان يطلع لحن شرقي رهيب. يعني هو النغمة بتاعته نغمة غربية، لكن انت بتحس ان ده لحن شرقي. ما هي ده بقى ده السر وده الإعجاز. محدش وصل له الحقيقة. محدش وصل له. وهم كانوا بيرقصوا على الألحان ديت رغم ان هي ألحان عربية، لكن هم كانوش بيحسوا انها كده. هو كانت بتخش جواهم وبتصير جواهم شجن وسعادة رهيبة جدا. زي النهارده كان حبك يوم ما عهدتك صون ودك، زي النهارده كان حبك يوم ما عهدتك صون
وحلفت لك إني بحبك بحبك وكان يميني فوق أصدقائي، وعدى الوقت بسرعة زي كل مرة. الحقيقة الأوقات الحلوة بتخلص بسرعة، الأوقات الحلوة معاكم، ويمكن احنا من خلال سهرتنا سر المغنى والمعنى بنبعد شوية عن يمكن المشكلات اللي حوالينا ونعيش مع النغم الأصيل. ويمكن احتفالنا السنة دي بذكرى فريد الأطرش واخد شكل جديد. صنفنا مع المهندس حسن الزواوي كبير مهندسي الدراما في اتحاد الإذاعة والتلفزيون ازاي الصوت الحلو بيعيش من خلال الموهبة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيديهاله، وكمان من خلال احترامه لمهنته. الحقيقة ان احنا بنشكر المهندس حسن الزواوي على التسجيل النادر اللي اداهولنا الأكلك منين يا بطة بصوت الراحل الكبير فريد الأطرش. التسجيل ما كانش واضح شوية لكن لظروف خاصة احنا برضو زعناه، وهنفضل وراه برضو ونشوف الأغنيات اللي هو اتقطعت من فيلم انتصار الشباب اللي غنتها أسمهان للملك فاروق. طبعا زي ما بنقول فريد الأطرش يحتاج أكتر من سهرة، وإن شاء الله نلتقي بأغنياته في سهرات أخرى. لكن حتى ألتقي بكم وسهرة أخرى، لكم مني كل الحب وتحيات أحمد حربي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العال.